السلام عليكم. طيب في الفيديو ده احنا هنتكلم عن حاجة اسمها الفاريبلز او المتغيرات. الفاريبلز او المتغيرات هي اصلا موجودة في كل لغات البرمجة، بس هنا هي كمان موجودة في السي اس اس علشان تخدم على فكرة بسيطة. هشرحها بمثال بسيط وهشرحها بشكل بسيط ان شاء الله، لكن هي تطبيقاتها ممكن تبقى اكبر من اللي انا هتكلم فيه، بس انا الشرح اللي هديهولك ده هو ده استخدامها. لو رحنا هنا، انا هنا عملت حاجات بسيطة. يعني هنا انا عامل اتنين بيرنت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اللي هما الاثنين دول بيرنت 1 وبيرنت 2، وجواهم شويه ديفات. الديفات دي واخده الوان مختلفه، او مش واخده الوان مختلفه، هي واخده خصائص هي نفسها نفس الخصائص، لكن احنا هنفترض ان هما اكواد غير بعض، يعني مش هنعمل دمج ما بين الاثنين، مش هنعمل جروبنج. فاللي انا عايز اشير ليه هنا ان انا لو حبيت ان انا اغير اللون الاحمر ده، علشان نفهم فكره الفاريبلز، لو حبيت ان انا اغير اللون الاحمر ده هعمل ايه؟ في الابناء هنا هروح اغيره في مكانين، في البيرنت 1 ديف، بيرنت 1 ديف وبيرنت 2 ديف. لو رحت هنا هنقول ان انا غيرت رايي وهخليه ابيض، مثلا شباك 3 اف، وهنا شباك 3 اف بالشكل ده. جيت بعد كده قلت لا، انا عايز اغيره مثلا وليكن اخليه احمر او اسود او ايا كان. الفكره هنا ان انا بروح لاكتر من مكان علشان اغير قيمه واحده. القيمه دي ممكن في حاجه اسمها الويب سايت براند ايدنتيتي، بتبقى فكرتها ان الهويه بتاعه الموقع بيكون ليها الوان معينه، بيبقى ليها باترنز كده معينه. فانا بثبت الحاجات اللي زي كده لان انا هحتاج ان انا استخدمها في اكتر من مكان، ووارد او ممكن ان هي تتغير، او حتى لو مش هتتغير بثبتها في مكان واحد واستخدمها. دي فكره الفاريبل. علشان نعمل فاريبل انا باجي هنا فوق وبعمل النقطتين دول وبقول له حاجه اسمها روت بالشكل ده، او بعمل هنا بس نقطتين بقول له حاجه اسمها روت، وبعد كده داش داش. انا هنا بعمل حاجه اسمها فاريبل نيم، بدي اسم للفاريبل بتاعي وبحط له قيمه. هنفهم الموضوع لما نشوفه بتطبيق عملي. يعني هنا بقول له فاريبل نيم، وهنا بدي له قيمه، وليكن اللي انا عايز اعمله ان انا اقول له مثلا مين كلر، ورحت حاطط فيه شباك 3 اف اللي هو الابيض ده. وجيت هنا المين كلر ده علشان استخدمه، انا كده خلاص عرفته. جيت المين كلر ده رحت واخده قلت له لا، بدل ما نحط هنا ونيجي نغير في مكانين، انا عايزك هنا تستخدم لي فار، وبديله الاسم بتاعي. بديله هنا فار بالشكل ده، الاسم اللي انا حطيته مش القيمه، الاسم ده. وهنا كمان هقول له انت هنا في الباك جراوند استخدم لي الفار وادي لي القيمه دي، حط لي المين كلر، استخدم الفاريبل اللي اسمه مين كلر. لو رحنا هنا عملنا ريلود هتلاقوا ان مفيش حاجه اتغيرت، معناها ان هو شغال بشكل مظبوط. لو رحنا هنا غيرنا اللون بالشكل ده مثلا، سيف، زي ما انتم شايفين اللون اتغير في المكانين. غيرنا هنا للون اخضر، لون كذا لون كذا، هتلاقوا ان هو اتغير في المكانين. فقدرنا من مكان واحد اللي هو الفاريبلز ثبتنا قيمه، وقدرنا ان احنا نتحكم فيها في اكتر من مكان. وقت ما احب اغير ما برجعش لكل القيم دي، برجع للقيمه الاساسيه. يا رب فكره الفاريبل تكون واضحه وتكون اتشرحت بشكل كويس. هي الفكره عامه سهله ومفيده بشكل كتير، يعني لما بتشتغل على مشاريع هتلاقي ان هي مفيده بشكل كبير وليها استخدامات مختلفه. يا رب الدرس يكون اتفهم بشكل كويس، واشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله.